بص بقى، لو انت داخل الامتحان ومش فاهم التفاضل في الفيديو ده هنلم المنهج كله بسهولة. بس ركز، كل ثانية بتسرح فيها في درجات الناحية التانية بكتير. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جاهز الأسئلة يا بطل؟ يلا بينا نبدأ نشتغل نحل مع بعض ونفهم القوانين مع الحل. في طبعا هنا أمثلة أدب وعلمي وفي أمثلة علمي فقط أنا كاتب لك عليها. أول سؤال، إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد 3 فإن دالة التغير عند س بتساوي 2. كانت دالة التغير عبارة عن إيه؟ دالة التغير عبارة عن دالة ه عبارة عن دالة س واحد زائد ه ناقص دالة س واحد. هو لك عند س باتنين، يعني شيل س ده أحط مكانها 2. أبدأ أعوض ده، بعوض فين؟ بعوض في الدالة اللي فوق. فهجيب دالة 2 زائد ه، شيل هنا الس وأحط مكانها 2 زائد ه، يبقى 2 زائد ه الكل تربيع زائد 3 ناقص عند الناقص اهو دالة الاتنين، شوف كل سنة نحط مكانها 2 يبقى 2 تربيع زائد 3. حط مربع الأول ب4، مربع التاني ه تربيع، أول في تاني في 2 يبقى 4 ه زائد كام عندك؟ زائد 3 ناقص 2 تربيع ب4، 4 زائد 3 عندك ب7. خد بالك عشان يبقى حلك صح لازم الحل المطلق كتير. هتأكد كده، 4 زائد 3 ب7 ناقص 7 راحوا مع بعض. فدي جت منين؟ 2 تربيع ب4 زائد 3 ب7. يبقى تاني، مربع الأول 4، مربع التاني هي تربيع، أول في تاني في 2 يبقى 2 اهي في 2 ب4 اهي زائد 3 سيبها زي ما هي. 2 تربيع ب4 زائد 3 ب7 ناقص يبقى ناقص 7. طيب يبقى لك 4 اهي زائد هي تربيع اللي هي عندك الإجابة رقم ب. هي رقم ب. هنعمل بالاسم. ده علم فقط. إذا كانت ص بتساوي ج ع وع بتساوي ص، لا ظ س، عايز د ص د س. ده قاعدة السلسلة، هروح أجيب د ص د ع لوحدها وهروح أجيب د ع د س لوحدها. أستاذ د ص د ع بكام؟ مشتقة الجاء بجتا، أنا فاكرها مشتقة الجاء جتا يبقى جتا ع. طب د ع د س مشتقة الظا بقا تربيع س، هو عايز د ص د س، اضرب الاثنين في بعض يبقى د ص د س بتساوي د ص د ع في د ع د س. لو لاحظت هتلاقي ان ده هتروح مع دي وده اللي انا عايزه. د ص د س او د ع بجتا ع في د ع د س بقا تربيع س. طب بقول لك عند الس بصفر، شايف انا هجيبها ازاي؟ طب ما تيجي تعوض عن الس هنا بصفر، هات ظا صفر. خد بالك ظا صفر بصفر، ظا صفر بصفر، يبقى العين لما تكون الس بصفر لما اعوض عنها هعمل تان على الحاسبه صفر تطلع بصفر. حلو، تعال اعوض ده هنا، يبقى انا عند العين بصفر يبقى جتا صفر، جتا صفر في قا تربيع صفر. هي قا مفهوم مين؟ قا مفهوم الجتا. جتا صفر دي بواحد في قا صفر قا مفهوم الجتا. اعمل جتا صفر هتلاقيها بواحد، اقلبها وهي نفسها الواحد، يبقى واحد في واحد تطلع بكام؟ بواحد. تاني انا عملت تصاد د ع جتا ع، د ع د س او د ع د س بقطع د س مشتقة الظا قطع ب. عوض عن الس بصفر هنا عشان تجيب العين، لما تعوض عن الس بصفر ظا صفر تطلع عندك بصفر، ده الحاسبه تان صفر تطلع عندك العين بصفر. اشتقنا هنا واشتقنا اضربهم في بعض يبقى جتا ع بقطع ب س. جتا صفر تطلع بواحد اهي، قطع ب صفر برضه بواحد اللي هي واحد على قوسين تربيع صفر تطلع بواحد. واحد في واحد بكام؟ بواحد. السؤال ده علمه ادبي. تكامل س في س تربيع ناقص واحد وكل اس 7. قلت لك لو في جوه اقدر اشتقها بره خلاص زود على اس واحد يساوي س جديد. بس هتلاحظ ايه؟ ان مشتقة س تربيع ده هي عباره عن 2 س. استنى، طب انا عندي س بس يبقى انا هضرب في كام؟ هضرب في 2 واقسم على الاس الجديد او اقسم على الاثنين اللي ضربت فيها يبقى نص في تكامل اهو، نص في تكامل 2 س س تربيع ناقص واحد وكل اس 7. ده س اهو، انا كده ما عملتش حاجه.
لو لاحظت نفس المساله هي نفسها هنا، بس ضربت في 2 وكسبت على الاثنين. اشمعنى؟ مشتق اللي جوه القوس، لو لقيت مشتقات اللي بره على طول زود واكسب. طيب ما لقيتش اللي بره، تعالى اعدلها خليها زي اللي بره. س تربيع شقاق كل 2 س. طب انا عندي س، يبقى انا هضرب في كام؟ في 2 واقسم على الاثنين اللي بره. تمام. استاذ اصبحت اللي جوه دلوقتي مشتقتها بره، بعمل ايه؟ زود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. حلو، يبقى ده نص في س تربيع ناقص واحد الكل اس 8 واقسم على ال8. خد بالك كده نص اهو مضروب فيها. سالب المقام زائد ثابت طبعا. المقام هينضرب في بعض. 2 في 8 ب 16 يبقى 1 على 16 في س تربيع ناقص واحد الكل اس 8. شكرا. يبقى الاول مشتقين، لقيت مشتقه بره زود واحد يدخل على نص الجديد مره واحده. استاذ يبقى في تربيع ناقص واحد اللي هي عندك رقم جي. 4 مين مثل المنحنى الداله ص بتساوي ج 2 س عند نقطه بايعه على الاثنين يساوي نقط. بايعه على الاثنين دي بتساوي. خد بالك السؤال ده علمي فقط. مين الممثل المنحنى الداله؟ اشتق كلمه مين ممثل على المشتق. مشتق ص يبقى ده ص ده س بتساوي مشتقة الجاء جاتا 2 س واقسم على الاثنين. اقرا. مشتقة الجاء جاتا، مشتقة الجاء جاتا واقسم على الاثنين. قال لك عدد السين بكام؟ ب 90. ساعة ب 2 في 90 ب 180. 2 خد بالك انا هقعد على السين ب 90. خد بالك من دي، هقعد على السين ب 90 يبقى انا عنده نص جاتا 2 في، لا انا بضرب بره، بضرب مش بقسم، بضرب جاتا يعني انا اتلخبطت. بضرب الاثنين يبقى عندي هنا 2 يبقى 2 جاتا السين ب 90. 2 في 90 ب 180. معذرة ان انا بضرب 2 جاتا 2 س. انا في التكامل اللي بقسم في الاشتقاق بضرب، يبقى جاتا 2 س مشتقتها او مشتقة جاتا واضرب بره في الاثنين. الشق دي اضربها بره. حلو. جاتا 180 بسالب 1 ده الحظ. جاتا 180 2 في سالب 1 بسالب 2 للاختيار رقم د. يعني يا جماعه اللخبطه بس هنا ان مشتقة جاتا 2 س واضرب مش بقسم، انا بضرب هنا مش بقسم. اشتق 2 يبقى بضربها بره مش بقسم بره، بقسم في التكامل فقط. فاللي بعده علمي برضه فقط. تكامل جاتا تربيع س ده س زي التكامل جاتا تربيع س. الله، لاحظ ان هنا جاتا تربيع وان جاتا تربيع. انت خايف من السؤال ليه؟ وانا لاحظ ان لما تاخدهم مع بعض يبقى اقول تكامل جاتا تربيع زائد جاتا تربيع الاثنين مع بعض جاتا تربيع 3 س زائد جاتا تربيع 3 س ده س زائد تكامل ظا س بالمره، خدها معاهم بالمره زائد ظا س 3 س ظا 3 س. خدتهم كلك مع بعض في تكامل واحد ده س. هلاحظوا ان جاتا تربيع زائد جاتا تربيع ده هي خدتهم كلها بقى في تكامل واحد. ان جاتا تربيع زائد جاتا تربيع دي كلها بواحد يبقى تكامل واحد زائد الظا مقلوبها ظا ظا مقلوبها بواحد يبقى واحد كمان. كل ده س. واحد باتنين ده س. كامل الاثنين ثابت حط لها س زائد ثابت. يعني التكامل ده كله طلع باتنين بس. ايوه 2 س بس. يبقى انت ممكن تشوف السؤال تخاف منه. جاتا تربيع زائد جاتا تربيع دي بواحد ودي مقلوبها برضه بواحد، فواحد كام؟ 2. الظا مقلوب الظا فالظا طبعا اضافها الواحد يبقى واحد زائد واحد باتنين. 2 تكاملها ب 2 س زائد ثابت. شكرا. هات السؤال اللي بعده. تكامل 2 س ناقص 5 لكل اس 6. 2 س ناقص 5 لكل 6 سالب. زود خلاص مساعدة، زود على اس واحد واقسم على اس الجديد. في تحت تكامل اللي جوه ده مشتق ده. تعالى كده نشوفه كده. زود على اس واحد يبقى 2 س ناقص 5 الكل 7 اقسم على السبعه في اشتق ده واقسم عليه. زي ما قلت لك فوق التكامل بقسم اشتقان 2 س ب2 هنا ب2 اضربها تحت تطلع عندك بواحد على 14 2 س ناقص 5 كل اس 7. تاني
زود واحد بقت ب7 وارسم عليها ال7. الشكل يطلع ب2 اضربها تحت. 7 في 2 كام؟ ب14. ده اللي س بتساوي س تربيع، ده علم فقط برضه قائم الشقاق. س تربيع زائد الف، وهنا الف س زائد ب، س اكبر من 2. يعني قابل الشبكه يعني الداله متصله والنتيجه ينفع تشتقها. طب تعالى نقول نشتق. اولا تعالى نساوي الاثنين، عوض بالس ب2. عوض هنا ب2 يبقى 2 تربيع ب4 زائد الف. عوضت فوق عوض تحت. شوف كل سنه حط 2. 2 في الف ب2 الف زائد ب. خليها على جنب كده. سيبها زي ما هي. ممكن تبدا الالف مع الالف والب الناحيه الثانيه. يبقى 2 الف ناقص الف بالف بتساوي واضرب ب مع الاربعه يبقى 4 ناقص ب. خليها على جنب سيبها. الشق بقى اللي فوق الشق اللي تحت. والشقة اللي فوق كان شرطه اليمين اهي اللي هي الاثنين الموجب بتساوي الشق دي ب 2 س. اقعد على س ب 2 تطلع ب4. شق الاثنين الشق ده ب 2 س. اقعد على س ب 2 2 في 2 ب4. الشق اللي تحت ده شرطه س وده شرطه 2 مره واحده بالسالب اهي، او اللي فوق ده اللي فوق سالب تحت الموجب. شقنا اللي فوق الشقنا اللي تحت. لما الشق اللي تحت تطلع بألف طبعا مشتقة ببعضها. يبقى عندك الألف بكام؟ عندك الألف عندي ب4. شكرا. يبقى الألف ب4. أعوض عن ألف هنا ب4. يبقى 4 بتساوي 4 ناقص ب. 4 بتساوي 4 ناقص ب. يبقى ده عندك بصفر. يبقى أنا عندي تاني أنا عوضت أقسم ب2 2 تربيع ب4 زائد ألف بيساوي عوض أقسم ب2 تحت 2 ألف زائد ب. حلو. يبقى 4 زائد ألف بيساوي 2 ألف زائد ب. ممكن تقعد الألف مع الألف سيبها زي ما هي، ممكن تسيبها زي ما هي عادي جدا. حلو. تعالى الناحية التانية اشتق. شقيقة اللي فوق ب 2 س. شقيقة دي بثابت عشان ده صفر. مش شقيقة دي بصفر لأن ده ثابت. شقيقة دي بألف. شقيقة دي بصفر. تساوي الاثنين ببعض. اقعد اقسم 2 فوق 2 في 2 ب4 تساوي الألف. يبقى الألف ب4 عندي. هو عايز ألف بتساوي 4 ناقص ب. عوض عن الألف ب4. 4 بتساوي 4 ناقص كام؟ 4 ناقص صفر يبقى الب بصفر. يبقى عندي الف ب4 والب بصفر. وعايز مجموعهم الف زائد ب تطلع بكام عندك؟ ب4 رقم الف. نيجي للسؤال 8 ص بتساوي عين اس 5 في عين بتساوي س تربيع ناقص 1. خد بالك دي الافضل لك اعملها بتعويض. اشمعنى؟ اسهل. عندك حد واحد هنا يبقى ص بتساوي عشان نحط قيمتها اللي هي س تربيع ناقص 1. الكل اس كام؟ اس 5. الشق بعده خالص. ده ص ده س. كنت بقول ايه؟ نزل اس واطرح منه 1 وشقة ما داخل القوس. نزل اس ب5 اطرح منه 1 يبقى اس 4 ومشتقة ما داخل القوس ب2 س. شكرا. نزل اس واطرح منه 1 بقت 5 بقت 4 المشتقة ده ب2 س. 2 س ده اهي بس ده بصفر. اقعد على السين بكام عندك؟ اقعد على السين ب2. شيل السين وحط 2. 2 تربيع 2 تربيع ب4. 4 ناقص 1 ب3 اس 4. يبقى انا عندي 5 في 3 اس 4 اللي هي ب 81. كنت عامل حاسبة عادي. في 2 في السين عندك بكام؟ السين عندك ب2. ممكن تعمل حاسبة. ده انا عندي هنا 5 في 81 في 4 تطلع عندك ب 1620 اللي هو الإجابة رقم ده. يبقى أنا شقيت عادي وقعدت عن كل سين ب2. مين مثل منحنى ده علمي فقط؟ ده علمي فقط. اشتق. س بتساوي جذر س زائد قاسي. اشتق. هنصدر س بتساوي مشتقة الجذر مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر. مشتقة تحت الجذر مشتقة السين ب1 زائد مشتقة القاء قاذا. احفظ المشتقات. لو مش حافظهم انا هعمل لك المشتقات والتكامل في فيديو واحد. ارجع للصفحة هحط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. مشتقة الصاء السين ب1 القاء بقاذا ساوي هنا على 2 نفس الجذر. انا بالسين بصفر. حاضر. ده صفر ده قاء صفر ب1 لان القاء مخلوط جتا ده صفر ب1 يبقى القاء برضه ب1. ده صفر بصفر يبقى دي كلها بقت بصفر. هذا س بصفر يبقى هنا صفر زائد قاسين دي ب1 يبقى صفر زائد 1. يبقى انا عندي 1 على 2 في جذر 1 اللي هي ب1 تطلع الناتج بنص. وكده السبوره الاولى خلصت. فيها اسئله ما عملناش عليها
ايوه السؤال ده همشي عليه اللي هي 1 على 14 2 س ناقص 5 كله اس 7. جاب رقم ب. كده السبوره الاولى معانا خلصت. يلا بينا على السبوره الثانيه. بعد كده على السبوره الثانيه السبوره فاكر سؤالين بس علمي فقط والباقي كله علمي وادبي. هي السؤال ده خطير جدا ومهم جدا عشان بيتفسر في حاجه مهمه. اشتق عادي كده بدل شرطه 3 ناقص 2 س. خد بالك مش مشتق هنا بس مشتق هنا كمان. مشتق دي بسالب 2 دي بصفر يبقى بسالب 2 وده بيساوي ننزل اس يبقى ب 6 س. مشتق ده بصفر. فهكملك على عايز ده شرط السبعه. كلنا بنغلط. بيقول لك عوض عن السين بسبعه. حاضر تعالى كده عوض حاجه بسيطه. ده الشرط 3 طبعا ده كده محل غلط. ناقص 2 في 7 2 في 7 ب 14 3 ناقص 14 كده بسالب 11 كده انت جبت شرطه سالب 11 هو عايز شرطه كام؟ السبعه كده انت غلطان ارجع تاني. اول حاجه يا باشمهندس ساوي اللي جوه القوس ده بسبعه عشان عايز اعرف اعوض مكان السين بكام. يبقى 3 ناقص 2 س هيساوي بالسبعه وانت تلعب عكس الاشاره يبقى سالب 2 س بتساوي 7 ناقص 3 ب 4 اقسم على السالب 2 يبقى السين بسالب 2. معنى كده انك بتعوض عن السين بسالب 2. تعال عوض تاني يبقى ده شرطه 3 ناقص 2 في سالب 2 في سالب 2 كده بيساوي 6 في سالب 2. سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 3 و4 7 يبقى كده جدا شرطه السبعه في سالب 2 كده بيساوي 6 في سالب 2 بسالب 12 على 6 بس سالب 2 6 في سالب 2 بسالب 12 اقسم على السالب 2 يبقى ده شرطه السبعه بتساوي سالب 12 على سالب 2 فيها الستة من عند الاختيار اللي هو 6 بدل شرطة الساعة بتساوي 6. تاني لما جيت الشقيت دي اشتقيتها بين شرطة 3 ناقص 2 س زي ما هي ثم شقة القوس ده بسالب 2 شقة القوس بسالب 2 بتساوي شقة دي ب 6 س. اقعد على السين يا استاذ 7 لا استنى بتساوي دي ب 7 بتقعد تساوي بسالب 2 س بتساوي 7 ناقص سالب 4 اقسم على سالب 2 يبقى س بسالب 2 هقعد بعد كده سالب 2 في المسألة. الغسل بتساوي نون تكعيب ناقص 3 نون والنون بكذا. سؤال سهل بسيط عوض عن النون بالكلام ده يبقى صاد بتساوي النون ده عباره عن س تربيع زائد 1 الكل اس 3 ناقص 3 في النون عباره عن س تربيع زائد 1 ده الصاد. استاذ اشتق عادي خافش اشتق بس الشرطه بتساوي شق الأولى دي عباره عن ننزل اس يبقى 3 س تربيع زائد 1 الكل اس كام؟ اس 2 في مشتقة ما داخل القوس ب 2 س ننزل اس واطرح منه 1 مشتقة ما داخل القوس ناقص 3 مره اهي في شيل السين وحط الشق دي اشتقها معذرة يبقى 2 س مشتقة دي بصفر مع السلامة. قال لك عوض على كده السين بواحد ممكن الكلام ده يحصل مرة واحدة. تعالى نعملوها 3 بواحد 1 تربيع بواحد 1 زائد 1 ب2 وهنا 2 في 1 ب2 2 تربيع ب4 3 في 4 في 2 3 في 4 ب 12 في 2 ب 24 ناقص 2 في 1 في 2 ب 2 3 في 2 ب 6 24 ناقص 6 ب 18 انت عاملها على الاله الحاسبه زي الشرط. عادة هنكون سين بواحد طلعها على الاله الحاسبه 3 مرات. السؤال ده علمي فقط. اذا كان الداله ده قابله للاشتقاق علمي طبعا ده علمي فقط عند س بتساوي 1 قابله للاشتقاق. حط المشتقه اليمنى دي اليمنى اللي هي اكبر منه يبقى ده الشرطه الواحد اليمنى اشتق يبقى 3 س تربيع ناقص 1 اشتق دي بواحد اشتق دي بصفر عضل السين بواحد 3 في 1 ب3 ناقص 1 ب2 اللي على جنب. حتى المشتقه اليسرى بدل الشرطه الواحد ثابت بيساوي الشق يطلع بعلي خلاص اليمنى بتساوي اليسرى يبقى الالف عندك بكام؟ ب2 اللي هي اختيار رقم الف. تكامل س تربيع زائد 3 بكل تربيع. طلع يقول لك زود على اس 1 واقسم السم اللي جوه مش مشقتها بره بس ده قصه الباقي يتفك عادي خالص. مربع الاول المربع الثاني اول في ثاني في 2 يبقى تكامل. مربع الاول س نص 4 مربع الثاني 9 اول في ثاني في 2 س تربيع 3 س تربيع في 2 ب 6 س تربيع ده س. خلاص هنا تكامل عادي خالص زود على اس 1 واقسم على اس الجديد س نص 4 تبقى س نص 5 واقسم على 5 يبقى 1 على 5 زائد 6 س
أس 3 واقسم على 3 زائد 9 س عشان ده ثابت ده س زائد ثابت 6 على 3 على 2 يبقى خمس س أس 5 زائد 2 س تكعيب زائد 29 اللي هي الاختيار رقم د. معدل التغير قلت لك الطريقه الاسهل في معدل التغير يعني اشتق دي يبقى ده مشتقه س. المعدل هو نفسه مين؟ الماس هو نفس المشتقه الاولى يبقى مشتقه س بتساوي اشتق 2 في 3 ب 6 س. خلاص بدل ما تجيب داله التغير وبعد كده المتوسط وبعدين تجيب النهايات لا اشتق مره واحده. على س ب 3 يبقى 6 في 3 يديك 18 الاختيار رقم ب. مين الرسم المنحنى؟ مين يا عم الطاقه؟ طاقه اولى اشتق بدل شرطه س بيساوي نزل ألف واطرح منه واحد ومشتقة ما داخل القوس ب2 نزل ألف اطرح منه واحد بقى ب4 ومشتقة ما داخل القوس ب2 عوض عن السن كام بعد كده؟ عوض عن السن ب2 شوف كل سن وحط مكانها 2 يبقى انا عندي 5 طاقه 2 في 2 ناقص 3 أس 4 في 2 2 في 2 ب4 ناقص 3 ب1 تروح على 4 ب1 5 ب1 في 2 تطلع ب10 بالآلة الحاسبة. رقم 16 إذا كانت ص بتساوي كذا 2 عين تربيع تتعين ولا مستوي؟ قلت لك حاجة زي دي سهلة عوض عن العين يبقى ص بتساوي 2 في العين ب3 س الكل تربيع زائد 3 س العين ب3 س شلت كل عين من دول وحطيت مكانها العين دي لا 3 س. أستاذ 3 تربيع ب9 3 تربيع ب9 2 في 9 ب18 س تربيع زائد 3 ب 9 س اشتق نزل أس واطرح منه واحد لازم نظر صوت شرطة عبارة عن 2 في 18 ب 36 س 1 في 9 ب9 شكرا يبقى 36 س زائد 9 اللي هي اختيار رقم أ. سهلة جدا ده أي فقط تكامل الجسد. أستاذ أنا عارف إن مشتق الجسد سالب طب تكامل الجتا قال لك بجا اهو جا 2 س حلو. استاذ اقسم عليها ب2 يبقى نص. الله طب نص جات 2 س مش هتلاقيها في الاختيارات وده الصدف ساعتها. انا لقيت ان نص جات دي 2 س دي اللي هي عباره عن مين؟ خليها على جنب كده. جات 2 س اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن 2 جتا 2 ده س جتا س دي الداله بتاعتها. طب عوض مكانها كده يبقى نص في دي اللي عباره عن 2 جتا س فهتلاحظ ان الاثنين طبعا مع مين؟ مع الاثنين يبقى لك ده س جتا س. شوف السؤال سهل جدا وانت كملته بسهوله بس ما انتش في الاختيارات. رحت جبت جات 2 س من الدوال المثلثيه اسمها حصه تكامل عاملينها برضه جات 2 س بتساوي هنا 2 جا س جتا س طب مش موجوده اضرب هنا عوض عن 2 س يبقى نص في 2 جا س جتا س اللي مكان دي طبعا مع 2 يبقى جا س جتا س اللي هي الاختيار رقم ب. سؤال حلو جدا سؤال علمي فقط. مصدر الممات يعني مشتق وقت المعادله مشتق دي ده شرطه س بتساوي نزل اس يبقى 2 واطرح منه واحد يبقى اس واحد مشتق ما داخل القوس بواحد. حلو عوض عن السين ب2 هنا 2 ناقص 2 بصفر 2 في صفر بصفر. قال لك لو الميل خد بالك الحته الجايه دي ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل. هقول لك على حته معلومه بس لما اخلص بقيه المساله تحافظ دي. طب ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل. طب فين ص واحد اعوض على الس ب2 هنا تجيب الص ما يبان الس دي اللي هي الص عوض على الس ب2 2 ناقص 2 بصفر صفر تقدرها بصفر يبقى زائد 3 يبقى الص عندك ب3 يبقى لما جيت عوضت عن الص عن الس ب2 2 ناقص 2 الكل تربيع زائد 3 تطلع الص عندك ب3. عوض تاني المعادله ص ناقص ص واحد اللي ص ناقص 3 على س ناقص واحد اللي هي 2 بتساوي الميل صفر على واحد مجرس فهتلاقي ده كله بصفر بصفر. فاضل يساوي بواحد واحد بصاد ناقص 3 بتساوي س ناقص 2 بصفر بصفر وانت بالعكس
يبقى ص بتساوي 3. أستاذ كان عنده معلومة مهمة جدا، وهي قال لك لو النيل بيوازي محور السيناء، ما هو النيل بصفر معناه بيوازي محور السيناء، يبقى خد الصلات مرة واحدة، يبقى ص بتساوي رقم اللي عندك اللي هو 8 من الأول خالص. يبقى لو الميل ممكن ما يكونش عامل ده كله عادي، ممكن تقف على كل ده. الميل موازي محور السيناء، يبقى خد الصادات، يبقى ص بتساوي عندك كام؟ 3. اختيار رقم ألف. فاضل سبورتين كمان معانا او سبوره كمان باذن الله، كم مساله كمان بعدها وان شاء الله كده يعتبر التفاضل كامل خلص معانا. يلا نلعب السبوره اللي بعدها. نيجي للسبوره الثالثه معانا. ص بتساوي قا 3 س زائد 1. فانت معدل التغير ص بالنسبه لس. معدل التغير على مشتق، انا متعودين مشتق الصاد اللي لو ص ده س بيساوي مشتقة القاء بقاء ظا، ومشتقة 3 س دي اللي هي ب 3 برضه. قال لك عندما س مبايع على 3 اللي هي ب 60، عوض عن كل س ب 60، يبقى 3 في ق 3 في 60 ب 180 في ظ 3 في 60 برضه ب 180. فعلا حاسبة ظ 180 دي بصفر، ظ 180 ده بصفر، صفر في أي حاجة عندك بصفر. ق اللي هي عبارة عن دي ق 180 بسالب 1. ليه؟ القاء مقلوب الداتا اللي 180 بسالب 1، أو حط على حاجة واحد تاني يطلع عندك بصفر. طبعا عوضت على س ضيع الفكره اللي هي ب 60، هدف 60 ب 180. اذا كانت س ناقص 1 على س زائد 1 بكل تربيع، فان د ص د س عند س بواحد. شرط لما اجي اشترط طبعا ص، يبقى د ص د س بيساوي نزل اس 2 اطرح منه 1، يبقى س ناقص 1 على س زائد 1 بكل اس 1 في مشتقة ما داخل القوس. بشتقها ازاي؟ قال لك المقام تربيع زائد 1 تربيع، المقام بمشتقة البسط بواحد ناقص البسط بيصير ناقص 1، مشتقة المقام برضه بواحد، المقام تربيع، المقام بمشتقة البسط بواحد ناقص البسط اهو مشتقة المقام برضه بواحد، عوض عن الس بواحد، يبقى 2 في 1 ناقص 1 بصفر، يبقى كل ده بصفر، 2 في صفر بصفر، ريح دماغك شكرا. رقم جي مهما تعوض عوض هنا وعوض في اي مكان، طبعا 2 صفر بصفر، صفر في اي حاجه في كام؟ تكامل 1 زائد 1 على س تربيع في س ناقص 1 على س كوس 3. اوعى تفكر تضرب، ولو جيت فكيت الثلاث مش هتفكها، ما ينفعش تضربها. هتلاحظ ان اللي بره مش اللي ده مشتقته ده، مشتق الس بواحد، مشتق المقام تربيع يا س تربيع، المقام البسط المقام بس، مشتق البسط بصفر خلاص صار، ناقص البسط بواحد، مشتق المقام بواحد، تطلع بواحد على س تربيع. هلا تبدا مشتقته ده وده مشتقته ده، خلاص زود على اس واحد واقسم على اس الجديد، يبقى انا عندي س اهو خليك تقول لي سويت عشان تبان اكتر على هنا، عباره عن س ناقص 1 على س الكل اس 4 واقسم على 4 بره، يبقى 1 على 4، يبقى س ناقص 1 على س اس 4 واقسم على 4 يبقى 1 على 4، س ناقص 1 على س اللي هي الاختيار رقم ده. 22 اذا كان ص بتساوي ج 7 س ج د ت د ت ج ج د ت ج ت ج ج د ت ج ت ج ده قانون ج مجموع زاويتين، يبقى ده عباره عن ج 7 س زائد 3 س مجموع زاويتين تطلع بج 10 س، دي اللي هي الص. طب عايز المشتقة، يبقى ده ص د س بتساوي مشتقة الج ج ت 10 س، تضرب في 10 يبقى 10 برضه. قال لك اعوض عن السين، لا هو عايز كده 10 كده 10 س، شكرا اللي هي الاختيار رقم جي. اذا كان التكامل دالة س، السؤال ده كتير جدا، دالة س من هنا بقى صعب شويه، بتساوي دي، خد بالك تكامل الداله يديك دي، طب لو اشتقيت دي يديك الداله، تيجي قلت لك ان التكامل عكس الاشتقاق، ايوه تكامل الداله يديك دي، مشتق دي يديك الداله، تكامل الداله يدينا دي، يبقى داله س انا هشتقها بيساوي الشق دي ب 3 س تربيع ناقص 10 س زائد 7، انا كده اشتقيتها، لما اشتقيت اداك الداله ما اداكش المشتقه عشان الناس تروح تعوض هنا، استنى تكامل الداله اداك دي، مشتق دي يديك الداله الاصليه. طب هو عايز ايه؟ عايز ده شق واحد وروح اشتق كمان مره اشتقها،
يبقى ده الشرطة س بتساوي، أنا هشتق فوق أهو، شق دي ده س تربيع 2 في 3 6 س ناقص 1 في 10 ب 10. خلاص خلص. عوض عن الس بقى بواحد في الحالة دي، 6 في 1 ب 6 ناقص 10، 6 في 1 ناقص 10، تطلع عندنا المثال ب4. تاني كده تكامل الدالة يديك دي، مشتق دي تديك الدالة اللي نفسها، اهي شقتها تديك الدالة، اشتق كمان مرة عشان تجيب المشتق اللي هو عايزه، يبقى 6 س ناقص 10، يبقى هي اشتقيت مرتين، هنا اشتقيت مرتين. تكامل 9 س تربيع 6 س زائد 1 يكون 3، 3 س ناقص 1. أستاذ ولا دي مشتق اللي بره ولا الكلام ده كله؟ طبعا ما فيهاش. أستاذ طب ده بس واحد وأقسم بس الجديد تبقى. أستاذ دي ممكن تتحل؟ لما نحلك هتشوف. هنشوف. ده ممكن أحللها أخليها عبارة عن، بص أنت دي أخلي ده عبارة عن قوس صغير كده أهو، الكل تربيع، الكل أس 3. جذر التسعة ب3 س، 9 س تربيع 3 س، جذر الواحد بواحد، بشرط اللي في النص سالب. هلا لو جيت ركزت رجعت تاني، مربع الأول مربع الثاني، أول في الثاني في 2 أهي. يا سلام، بره زي ما هو، ما عملتش في أي حاجة. ده س، أدي التكامل التفاوت زي ما هي. 2 في 3 يبقى تكامل، 2 في 3 ب6 يبقى 3 س ناقص 1 الكل أس 6 ب3 س ناقص 1، ده س. أحكي منها أهو، 3 س ناقص 1 الكل أس 6، 3 س ناقص 1. أنا عملت الأول أستاذ خد منك جاز، أنا عايز أحط قوس تربيع، ده مربع كامل، جذر الأول وجذر الثاني شطر في النص، جذر الأول 3 س، جذر الثاني بواحد، شطر في النص بسالب، 2 في 3 ب6. خلاص أستاذ، طب 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 هنا 6 و1، هنا يا أستاذ بضرب، فحط الضرب المعكوس يبقى عبارة عن تكامل. أنا بكمل هنا 3 س ناقص 1 الكل أس 7، ده س. خلاص خلصت. كام؟ زود على الأس 1 واقسم على الأس الجديد، يبقى 3 س، 3 س ناقص 1 الكل أس 8، واقسم على 8 زائد سالب. اوعى تنسى المستشفى دي ضربها تحت، فك يبقى 3 ضربها تحت، وال8 في كام؟ ب 24، يبقى 1 على 24 في 3 ناقص 1 الكل أس 8 ألف. من أصعب مثال التكامل. تاني ده مربع كامل، شكل أو كام، خد الجذر 3 س، جذر واحد بواحد شاطر نص بسالب كل تربيع، نفس ده ب6، ده ينزل زي ما هو. اطلع 3 س ناقص 1 وكله 6، 3 س ناقص 1 وكله 1، فحط مع اس 6 و1 كام؟ 7. قيس كامل، زود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، يبقى هنا 8 وقسمنا على 8. في المشتق ده ضرب في 3، 8 في كام؟ ب 24، يبقى على 24 في 3 س ناقص 1 في كل اس 8. من اخطر مسائل التكامل، ودي مهمه جدا سواء علمي او ادبي. ده علمي فقط، تكامل جتا تربيع فيه، ما عنديش حاجه اسمها تكامل جتا تربيع، ما عنديش حاجه اسمها تكامل التربيع اللي عديتها الاول جاء. طب دي اللي عباره عن تقترض بحاجه، تعرف تقترض بحاجه كده؟ جتا 2 س كانت عباره عن مين؟ بص هي دي كانت عباره عن 2 جتا تربيع س ناقص 1، هو غير اللي بعكس اشاره، يبقى خد بالك خد بالك خد بالك، خليها فوق، طريقتي فوق. جتا جتا 2 س بتساوي مين؟ بس كده 2 جتا تربيع س ناقص 1. طب انا عملت واحد بعكس الاشاره اقسم عليه، يبقى جتا تربيع س بتساوي، بص كده انا هودي الواحد الناحيه الثانيه، يبقى جتا 2 س زائد 1 واقسم على كام؟ على 2، يبقى نص جتا 2 س زائد نص. يعني كده 2 جتا 2 س بتساوي 2 جتا تربيع س ناقص 1، ودي الواحد يبقى جتا 2 س زائد 1، قسمنا على الاثنين، يبقى جتا تربيع س بتساوي نص جتا 2 س زائد نص. هتكون حافظها بس عشان ما تحفظهاش افتكرها. افتكرها من جتا 2 س دي وفكها. خلاص يبقى عندي اصبح ده تكامل عباره عن تكامل نص جتا 2 س زائد نص. خلاص بس سهل التكامل. فاهم بجتا تكامل جتا بجتا، يبقى ده نص اهو، جتا
خملها ج مرة واحدة بقى ج 2 س، واقسم على تاني على 2، نص في 2 ب4، نص في نص يعني بربع. حلو، في 2 ب4 تحت في المقام، يبقى ربع ج 2 س. تاني هتلاقي تاني تكامل الجتا بجا 2 س، واقسم على 2 طبعا في نص بره، واقسم على 2 كمان، يبقى انت عندك كده ربع زائد نص، حط لها سين لان ثابت زائد ثابت، يبقى ربع جاء 2 س، ربع جاء 2 س زائد نص س اللي هي عندك في الاختيار، نص س نص س عندك زي ربع جاء 2 س رقم 1000. 26 تخيل ان س بتساوي س تربيع في راس س، وراء الخمسه بتساوي 3، ومشتقة راح شرطة 5 بتساوي 1 كام شرطة 5، أولى في مشتقة الثانية زي الثانية في مشتقة أولى، ده شرطة س بتساوي أولى س تربيع في مشتقة راس شرطة س زائد الثانية اللي هي مين؟ راس س، أولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى اللي هي 2 س. قال لك حاجة بالسين بكام؟ ب5، الكل سين نحط مكانها 5، يبقى 5 تربيع في راس شرطة ال5 زائد واحد 5 في 2 في 5، طلع الناتج بيساوي 5 تربيع. طبعا ده يا باشمهندس راس شرطة ال5 هو مديها لي، مديها ب1، وراء الخمسة مديها ب3، 5 ب 25، 25 في 1 ب25 زائد 3 في 2 في 5، 2 في 5 ب10، 3 ب 30، تطلع يومي عندك 55. وسؤال مهم وخطير جدا، يبقى الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى س تربيع في راس شرطة س زائد الثانية راس س في مشتقة الأولى ب 2 س. سرعة على س ب5، 5 25، هنا راس شرطة ال5 زائد راس ال5 في 2 في 5 وهكذا. شرطة ال5 عندك ب1، وراس ال5 ب3، 3 في 2 في 5 30، ودي 25 ب 55. المبطل تكامل قوى تربيع يديك الظا، يبقى ظا 5 س تكعيب 5 س بس، 3 دي طبعا المثال اللي قبلها، يبقى 5 س، اقسم على 5 برضه شكرا، يبقى 5 ظا 5 س اللي هي الاختيار رقم ج. بكده انتهينا من السبوره الثالثه، وفاضل معانا سبوره واحده بس، وكده نهينا فرع التفاضل كامل. حل اهم الاسئله عندك تيجي في الامتحانات دايما سواء ازهر او عام، الحصه دي مهمه جدا، ركز معايا في اخر السبوره. يلا بينا، دي تعتبر اخر سبوره معانا في التفاضل، وبكده اطلع لك فرع التفاضل تماما سواء علمي او ادبي. اذا كانت ص بتساوي 2 ع ناقص 1 كل اس 5، وع بتساوي كذا، فان د ص د س عوض عن ع بقيمتها. تعالى هنا كده، يبقى الص بتساوي افتح قوس 2 في العين بس زائد 3 افتح قوس كده ناقص 1 في كل اس 5، 2 في س ب 2 س بيساوي 2 س، 2 فيها ب6، 6 ناقص 1 ب5 في كل اس 5. تعالى نشتقها، وعايز د ص د س، اشتق عادي د ص د س، ننزل اس اطرح منه 1 4 في مشتقة ما دخل قوس ب2، عوض على الس بكام؟ بسالب 2، يتحط مكانها سالب 2، يبقى 5 في 2 في سالب 2 زائد 5 كل اس 4 تبرر في 2، حطها حذر 2 في سالب 2 بسالب 4، سالب 4 زائد 5 ب1، 1 اس 4 ب1، 5 ب1 في 2 تطلع عندك ب 10. رقم أ. متوسط تغير ب زائد س بتساوي س تربيع زائد 5، ده بغير س من 4 ل 4 ونص، نفس الفكرة. هذا المتوسط يبقى م ه بتساوي دالة س 2 اللي هي دالة 4 ونص ناقص دالة س 1 اللي هي دالة الأربعة على س 2 ب4 ونص ناقص الأربعة. عوضا الدالة ب4 ونص، يبقى أنا عندي هنا 4 ونص تربيع زائد 5، وعوضا إن كده الدالة ب4 يبقى 4 تربيع زائد 5 على 4 ونص ناقص 4 بنص. طبعا امسك على حاجة مرة واحدة، طلع على رقم بحسن لك تحت الكسر 4 ونص تربيع زائد 5 ناقص 4 تربيع زائد 5 على كلها نص. بقى حاجة بتطلع ب17 على 2 اللي هي ب8
ونص الاختيار رقم جي. إذا كانت س ص بتساوي 5 فهنا ده ص د س عند س بتساوي 1. حط ص في طرف لوحدها يبقى الص بتساوي 5 على س. فك بقى يبقى ص شرط عبارة عن مين؟ ده ص د س بتساوي مقام تربيع، ممكن أقول لك مرة واحدة اللي هي سالب 5 على س تربيع. ده أصل خاصة مرة واحدة، طبع مرة واحدة وغير الشرط اللي فوق. تعال نجيب واحدة. س تربيع المقام ومشقة البسط بصفر. ناقص البسط ومشقة المقام بواحد. صفر صفر بصفر. سالب 5 في 1 بسالب 5 على س تربيع. عدد السين بواحد بسالب 5 طبعا لو قلت لك عليها. سالب 5 على 1 فالسالب 5 اللي هي الاختيار رقم أ. واحد هيكون إذا كانت ج تربيع س زائد ج تربيع س بتساوي 7. هنا يا باشمهندس ج تربيع ده ج تربيع دي بتساوي 1. يبقى تكامل الواحد الكل أس 7 ده اللي س. تكامل الواحد دي اللي هي عبارة عن 1 أس 7 اللي هي بواحد. هنا بواحد ده س. 1 ده س دي تكاملها بس زائد سالب. شكرا يا باشمهندس. يبقى التكامل عندك اللي انا رقم أ اللي هو س زائد سالب. ده رايح على 92. أستاذ علم مؤدب برضه عادي، بتلاقي علم مؤدب ودي برضه علم مؤدب ممكن عادي تشتغل عادي. جاب 90 جيب 1 يبقى تكامل الواحد ده س. تكامل الواحد ده س. شكرا. تكامل الواحد برضه بايه؟ بس زائد الثابت في رقم د. صعوبة المسائل دي انك بتنسى في الاختيارات او بتنسى عندك ان دي ثابت. فالثابت تكامله حط له س على طول. هنا دي بواحد ده الحاسبه جاب 90 بواحد زود لها س. إذا كانت متوسط التغير في د ب5 عندما تغير س من كذا لكذا. انا عندي متوسط التغير في القانون عباره عن داله التغير على 3.4 ناقص ال3. والسنه المتوسط عندك كله بكام؟ ب5. يبقى التغير اللي انت عايزه تغير على 3.4 زائد 3.4 وده بيساوي 5. اعمل متوسط يبقى التغير اللي انت عايزه بيساوي 4 في 5. تطلع عندك ب2 رقم د. تكامل ذا س السؤال خطير جدا وده علمي فقط. ذا س ق أس 7 س. خد بالك مش هقدر اعمل فيها حاجه. انا هعمل حاجه حلوه خالص. لو لقيت ذا ق أس 7 الحاجات دي كلها الارقام الكبيره دي هناخد منها جنة. انا عايز مشتقة الق هتقول لي ق ذا. ولكن الخليط ده عباره عن تكامل ق س في ذا س في ق س أس 6 ده س. عملت ايه؟ خليط القاسم ده أس 7 عباره عن ق س في ق س أس 6. في حاله الضرب المجموعي أس 7 6 كانت 7. لو انا حاسس هتلاقي تكامل مشتقة اللي جوه كده مره. مشتقة القاء قاذا خلاص. لو انا جوه مشتقته بره زود على نص واحد اسمه نص الجديد. يبقى ق س أس 7 على 7 يبقى 1 على 7 زائد ثابت يبقى 7 ق س أس 7. شكرا. اللي بره مشتقة اللي جوه خلاص زود 1 واسمع نص الجديد. عملت ايه؟ خليت ده هي عباره عن ق س أس 6. يبقى عندك ق س أس 7 زود 1 خلاص يا باشمهندس واكسب نص الجديد ده 7. اللي جوه مشتقة اللي بره زود 1 واكسب نص الجديد. اخر سؤال معانا. اذا كان صار بتساوي 3 ق س ناقص 5 ظ س علمي فقط ضرب. تعالى هنا مشتقة القاء سياسة شرطة. مشتقة القاء بقاذا ناقص مشتقة الظا بقا تربيع س. خلاص خلصت. قاذا 5 ق تربيع س. كده عندك مش هتلاقي خد قائم مشترك يتبقى لك هنا 3 ظ س ناقص لما اخد القاء يبقى 5 ق س. تمام كده الحصه خلاص معانا خلصت. اشوفكم على خير الحصه الجايه. ما تنساش تشترك في القناه زي ما اتفقنا وفعل زر الجرس. المره الجايه او الحصه الجايه باذن الله ان شاء الله هتكون على يوم الاربعاء ولا حاجه او الخميس باذن الله. هشرح لك اول واحده الربط هحلك نفس النظام. اهم الاسئله تيجي في الامتحان باذن الله. ذاكر الحصه دي واضمن لك درجه الامتحان سواء اظهر او عام. واكد تاني اظهر او عام سواء علمي في العام او ادبي او ازهر علمي. ان شاء الله اشوفكم على خير في المره الجايه او في الحلقه الجايه. في اي استفسار سيب لك الرقم بتاعي قدامك على الشاشه ظهر لك دلوقتي. سلام.